عمر. تقبل الله يا حبيبي منا ومنكم. خير؟ الأخ إبراهيم أمير الجماعة يريدك في أمر مهم، في مفاجأة كبيرة قوي. فجأة خير إن شاء الله. إن شاء الله هنزور الأستاذ فتحي رفاعي والأستاذ عمر التلمساني. هم خرجوا من السجن؟ لا طبعا لسه مسجونين. امال هنزورهم في السجن ازاي؟ الرئيس السادات سمح للمرضى من معتقل الإخوان إنهم يتعالجوا بره السجن، فجابوا الأستاذ فتحي والأستاذ عمر يتعالجوا في المعتقل السياسي للقصر العيني، والإخوة بتوع كلية طب القصر العيني يرتبوا لنا زيارة خاصة، والأخ إبراهيم اختارك عشان تكون موجود معانا. الله يكرمك ويكرم الأخ إبراهيم. من زمان قوي وأنا نفسي أشوف الشيوخ بتوعنا اللي ضحوا بنفسهم وبوقتهم عشان الدعوة. ربنا حقق لي الأمنية، الله يجازيك كل خير يا شيخ. أنا عارف يا أخ أحمد إن الزيارة دي قد إيه مهمة بالنسبة لك. هي مهمة وبس، دي مهمة جدا جدا جدا. أنا مش عارف أشكرك إزاي أنت والأخ إبراهيم. احمد، هستأذنك بس دقيقة واحدة، أخويا محمد هشوفه عايز إيه وأجي لك. أحمد، اوعى تجيب سيرة عن الزيارة دي، أنت عارف إن الزيارة دي سرية جدا. اسمه كلام، ده اسمه كلام يا شيخ. خير؟ زفت. ليه؟ إيه اللي حصل؟ في مشكله كبيره ولازم تيجي معايا. مشكلة إيه؟ أنا عندي مشوار مهم قوي، ساعتين وهحصلك. لو ما جيتش معايا دلوقتي البيعه كلها هتبوظ. لا 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 اسكت، تبوظ إيه؟ تبوظ من بقك. ثانية واحدة وجاي لك. بسرعه طيب. على طول على طول. يا أخ عمر أنا مش عارف أقول لك إيه، بس للأسف أنا مش هقدر أجي معاكم الزيارة دي. خيرا يا أخ أحمد. السيد الوالد ألمت بيه أزمة صحية جادة قوي. لا أنت لازم تروح تطمن عليه، وإن شاء الله نطمن عليه منك بكرة بإذن الله. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا أخي. الحاج محي كان راسه ألف سيف ما يحمل حاجه على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. أيوه بس أنت ما اديتوش فلوس. وانا هديله فلوس منين؟ ما الفلوس معاك اصلا. أيوه صح، وحملت العربية ها؟ حملتها، بس بعد ما حلفت له 100 يمين ان احنا هنسدد له فلوسه كامله النهارده. لا معلش بقى، يخبط دماغه في الحيط. يخبط دماغه في الحته ازاي؟ طب الحلفانات اللي انا حلفتها. معلش صوم يا محمد. الله في إيه؟ لا إله إلا الله، يعني نعمل إيه يا محمد؟ عندنا معرض نخنق نفسنا؟ عموما هو ما خدش بحلفاناتي دي، وامن السواق ما ينزل حاجه من على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. الله. مين السواق اللي جه معاك؟ خضر. طيب خلاص، سيب لي أنا خضر أتصرف معاه. تتصرف معاه ازاي يعني؟ يا سيدي سيبنا اتصرف معاه، انت مالك يا محمد؟ انا مالي ازاي؟ هناكل فلوس على الراجل يعني؟ من امتى بناكل فلوس على حد؟ لا ما تخلينيش ازعق. لا اله الا الله، من امتى بناكل فلوس على حد؟ هنديها له بس بعد المعرض. طب وانت هتعمل ايه يعني مع خضر؟ يا دي خضر. ازيك يا خضر؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. يكون في معلومك مفيش قفص ولا صفيحة هينزلوا إلا لما آخد فلوس البضاعة كلها. يا ابني هو في حد جاب سيرة قفص ولا صفيحة؟ لا إله إلا الله، مالك جاي عليا سخن كده؟ أنا مش سخن ولا حاجة، أنا بنفذ كلام الحاج محيي بالحرف، وهو قال لي أعمل كده، وهني مش هعمل إلا كده حتى لو ضربتوني بالكرابيج. لا إله إلا الله، يا ابني حد جاب سيرة كرابيج؟ مفيش كرابيج خالص خالص، هما 3 بنيات بس، واحدة في عينيك وواحدة في مناخيرك وواحدة في بقك. ال3 دول هنديك عليهم 20 جنيه، تروح للحاج محي تقول له دول ضربوني وبهدلوني وخدوا البضاعه ونزلوها حطوها في عربيه ثانيه، ماشي؟ وتقول انا رحت القسم وعملت محضر وادي رقم المحضر اهو، ها ايه رايك؟ رأيي في إيه يا دكتور؟ انك تروح البلد معاك البضاعه دي كلها وما معكش ولا تعريفه ليك، ولا تسيب البضاعه ويبقى معاك 20 جنيه. طب والتلات بنيات يا دكتور؟ لا انا ماليش دعوه، انت تضربهم بنفسك، حد يضربهم لك يا عم، بنياتك وانت حر فيها. والمحضر؟ مفيش محضر اصلا ولا حاجه، انا هديك اي رقم وخلاص، وانت تروح تقول له ده انا رحت القسم ورقم المحضر اهو. إيدك على 20 جنيه يا دكتور. عايزهم عشرات ولا جنيهات؟ جنيهات. وسع يا عم للجنيهات يا محمد. محمد أنا فين يا دكتور؟ الله، هنروح نوزع البضاعه عشان نجيب الجنيهات. طب اوعى والنبي يا دكتور تجيب سيرة أبويا الحاج محيي لحسن كان يموتني. ليكن يعني بتجيلنا بعد الهده دي كلها ترسى في الاخر على فول وطعميه؟ والله العظيم حرام عليك. امال الكلام اتعمل لمين لما كناوش احنا في يوم زي ده يا راجل؟ يا متهور يا متهور، كباب ايه اللي هناكله؟ ده مضر قوي 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 بصحه الجيب يا ابو حميد. وبعدين افهم، احنا عايزين كل قرش كل تعريفه نلمه عشان المعرض. يا دي المعرض، معرض ايه اللي انت دوشني بيه ده؟ لا بعدين اقول لك يا حماد. طب يا سيدي بلاش المعرض، هنعمل ايه مع الحاج محي؟ اللي في دماغه يعمله ايه؟ هيعمل ايه محي؟ يعني ايه اللي في دماغه يعمله؟ مش عايزين بضاعه بس. ما يقدرش يا معلم، احنا اكتر ناس بتاخد منه بضاعه، ده نمره 1. نمره 2، هينزل هو بقى بنفسه على كل الناس يديهم حته حته حته، ما ينفعش.
ما اداناش بضاعه في 60 داهيه، 100 واحد غيره يتمنى. طب ساء عليك النبي يا سيدي، ايه موضوع المعرض اللي انت ناوي توقف حالنا بسببه ده؟ علي افضل الصلاه والسلام. يا سيدي اتفقت انا والاخوه في الجامعه ان شاء الله هنعمل معرض ملابس محجبات. طب وهجيب لهم ملابس منين دول؟ لا بقى عليا طالما انا قايل لك يا حماده بقى اخس عليك بقى علق. جدع انت لسه اتجوزت عشان تحلف بالطلاق؟ بس نفسي اتجوز يا موز، ليه عشان تعرف تحلف بالطلاق؟ بس عشان تعبت من الاكل اللي انا باكله ده ونفسي اتجوز بقى ما انت. طب خلص جامعتك الاول. مش هخلصها يا محمد، لا اله الا الله. نخلصها ليه؟ ما احنا عمالين نعمل من وراها شغل حلو قوي قوي اهو. بس هو في الحقيقه يعني انا عايز اتجوز. يا صباح التسابيح والذكر حبيبي. والله الايمان منور وشك يا عم ابو شيشه. الله ينور ايامك ويسعدك. هات كرسي يا ابني. حاضر يا حاج. تشرب شاي؟ اللي تقول عليه اشربه، يا رب تشرب من زمزم يا حبيبي. جمعا ان شاء الله يا رب. طيب قول لي بقى اجيب لك ايه؟ عايز ايه؟ اقول بصراحه الله، وانت من امتى كنت بتخبي عليا؟ انا نفسي اناسبك في فلوس. تناسبني في فلوس؟ قول عايز استلف منك فلوس. لا انا مش عايز استلف منك حاجه، انا في شغلانه حلوه الحمد لله رب العالمين ومكسبها حلو. قلت اخد منك قرشين ادورهم، الفلوس دي هتطلع ان شاء الله فلوس تانية كده مقطقطه صغننه، اروح مرجع لك فلوسك وعليهم المواليد كمان. عشان كده بقى بتقول لي اناسبك في فلوس. امال انت فاكر ايه؟ والله يا ابني لو المبلغ اللي انت عايزه ده معايا اعتبره بتاعك ورجعه وقت ما انت عاوز من غير مواليد ولا يحزنون. لا كده يبقى انت بتقولي ما تاخدش مني حاجه. مش هاخد حاجه، هاخد منك يبقى لازم تاخد فلوسك بالمواليد والمكسب. طب افرض في خساره؟ انا ما بخسرش يا عم ابو شعيشه. قول ان شاء الله. عايز كام؟ ابتديها ب 200 جنيه. 200 جنيه مره واحده؟ معلش 200 جنيه. طب ازعل بحسك قول يا شعيشه. على عيني يا شعيشه. شعيشه ردوا عليك يا احمد؟ ايوه رد. عايزني انا؟ ايوه. قول لهم هاتوا الظرف البني اللي في درج التسريحه في اوضتي. هاتوا الظرف البني اللي في درج التسريحه اللي في اوضته. حاضر. تعالى بقى خد كبشه البلح دول اتسلى فيهم على ما ينزلوا. تسلم ايديك يا حبيبي. اديه لحمه.